الاستاذ سامي يعقوب صحفي بخبر اليوم، يا ريت ننهي لقائنا بقصيده حضرتك مجهزها لنا تكون ابلغ من كل شيء. اتفضل. والله يعني انا بشكر البرنامج الجميل، وبشكر حضرتك طبعا، وبشكر الاستاذ زايد. يعني عايز اقول ان مصر تستحق مننا الكثير والكثير. ايوه. مصر هي الام، هي الحضن، هي كل شيء بالنسبه لينا كلنا. بس بقول يا مصر يا حبيبتي صعبان عليا. طبعا من حقنا ان مصر تصعب علينا للاحداث اللي مرت بيها في الفتره الاخيره، لكن املنا في ربنا. مصر دائما يعني عودتنا ان هي تخرج من كبوتها. اتفضل يا استاذ سامي، اتفضل عشان خلاص احنا هننهي دلوقتي. اتفضل حضرتك. يا مصر انت في حضني بتنامي، اغني لك تغني وافرح بحبك. في حضني بتنامي يا مصر؟ يا مصر انت في حضني بتنامي، اغني لك تغني وافرح بحبك. نضحي لك والصعب يهون ليكي، بسم الله بنكبر الله ونموت في اراضيكي. بكتب لك على الاشواق انا المشتاق تضميني، وعن شمسك وحاضرتك تحاكيني وحاكيكي. يا ست الكل انا جايلك بنادي عليكي تضميني. هموم الدنيا لو مالت على كتفك اشيلها لك يا امي يا مصر. بحبك بكل القوه يا نبض القلب من جوه، يا دم بيجري في عروقي. كتبتلك ومن شوقي بحبك موت. بحبك وبحب شعبك الطيب، بحب العطف والضي. ومهما نسافر ونتغرب بنرجع لك بشوق وحنين، وما نلقى غير حضنك يدفينا. بكل حنان وإحسان نضرب لك تعظيم سلام، وقلنا فيكي أحلى كلام. وساعة الزنقة تلاقي ولادك الشعرة، وكل العلماء أطباء تداوي جراحي وأهاتي. يا مصر انت في حضني بتنامي، وساكنة في كل وجداني. سنابل قمح ومآذن بتنادي وبتكبر باسم. خلي بالك يا استاذ سامي، هايل جميل، نشكرك جدا. نشكر سياده المستشار اللي بعده الاستاذ سامي يعقوب. بالتالي انا حاسس انك يعني اكيد من رب الاسره، وبتنزل السوق وبتشوف طلبات البيت. هل بتطلب ايضا من الجانب الحكومه انها تحافظ على الاسعار بحيث ما الزياده ما تكونش زياده على طول مضطرده؟ يعني النهارده بنجيب السلعه بسعر معين بنلاقيها بكره بسعر معين بسعر مختلف تماما. يعني بتطلب برضو في طلب بتطلبه من الدوله ان فعلا يكون في الحفاظ على الاسعار، ما يكونش في ارتفاع مضطرد في القيمه السلعيه. بالتأكيد أستاذ طاهر، على الدولة عليها دور، هو دور الرقابة. ودور الرقابة للأسف الشديد في الآونة الأخيرة هو دور مغيب. لذلك نجد كثير من التجار يغالون في ارتفاع الأسعار، وهذا ليس جيد. هناك أشياء كثيرة لابد لكل القائمين في الدولة ان هم يكونوا عندهم رقابة للأسواق. كمان المجتمع المدني عليه دور، يلعب دور ودور إرشادي، ويعني دور يعني هام جدا في التوعية وتغيير السلوك اللي أصبحنا نحن جميعا في أمس الحاجة إلى تغيير السلوك الخاطئ في المجتمع المصري. فنتمنى أن يفعل دور الحكومة والأجهزة الرقابية في مراقبة الأسواق. طبعا يعني مش معقول أن كل تاجر يعلي الأسعار كما يتراءى له لمصلحته الشخصية دون مراعاة مصلحة المواطن اللي يعني أصبح كاهله مفعم بالمشاكل الاقتصادية وخاصة في الفترة الأخيرة. تمام. الحقيقة تسامي هو طاهر قال لحضرتك انت مهتم بالسوق وكده، فهو كمان طاهر على فكرة مهتم بالسوق جدا يعني